صباح الخير على الفانز الحلوين. لسه صاحي الساعة مش عارفة تخلق 4 ولا تخلق كام. أنا صحيت حلمت يعني جت فكرة كده. كلنا بنحلم أحلام غريبة، مين فينا محلمش بحلم غريب؟ كلنا بنحلم بأحلام غريبة والله، بنشوف حاجات مستخفى وأحلام ساقط ال18 ولاد وبنت، بنحلم بحاجات غريبة كلنا. أنا حلمت بقى حلم غريب قوي، ولا هو 18 ولا أنا مش فاهم له معنى. بس حضراتكم انا حلمت ايه؟ كل واحد يبقى يسيب حلمه بقى. حلم حاجه غريبه. حلمت ان انا كنت في الشارع، وفجاه نزل خبر بقى في التلفزيون وكده ان في فيروس انتشر في مصر كلها، ومحدش ينزل الشارع، يعني اللي في البيت يفضلوا في البيت، واي حد اللي في الشارع هيتضرب بالنار. يعني حتى اول ما قالوا الخبر، يعني اللي في الشارع مالوش ذنب، هيجروا وراه يمسكوه يموتوه. فانا كنت في الشارع وكان في ناس كتير في الشارع، فكان قدامي كده حضراتكم عربيات، وكان معايا واحده، واحنا ماشيين لقينا ايه، ناس برشاشات بيموتوا الناس، ولابسين كمامات بقى عشان الفيروس، بيموتوا الناس عشان اللي في الشارع تلقائي خد الفيروس. لقيت الناس اللي بتجري واللي بتسوق، وشفت واحده بحامل عماله تجري تعمل كده وموتوها وموتوا بتاع. فانا بقى كنت ورا في الاخر، قمت جري خالص، جريت انا والبنت اللي كانت معايا. بعد كده بنجري دخلنا ماكدونالدز نستخبى فيه، ودخلوا قتلوا الناس اللي في ماكدونالدز، بس احنا دخلنا في ماكدونالدز. عارفين حضراتكم الباسكت بتاع ماكدونالدز اللي بيحطوا فيه السلايق؟ نزلت فيه انا والبنت، استخبينا فيه احنا الاتنين ازاي ما اعرفش، ونمنا لحد الصبح في الزباله والقرف واتخنقنا. بعد كده اما الناس بقى مشيت وبتاع، جينا نخرج الصبح وبنبص كده ما فيش الشارع، لا كنا في شارع الهرم. شارع الهرم كله كان فاضي، ما فيش اي حد. بخرج لقيت واحد صاحبي عزيز عليا اعرفه اسمه سند، لقيته واقف في عربيه، فبقول له ايه اللي جابك هنا؟ قال لي جاي اخدك. قلت له اول مره تعمل حاجه جدع، انت طول عمرك واطي. المهم ركبت معاه، فكان راكب عربيه لانسر موتسوبيشي قديمه قوي بس كان شكلها حلو. بقول له ايه ده، انت جبت العربيه دي منين؟ قال لي واخدها من واحده شمال وكده بتسيبها لي. قلت له اه لا. قال لي بس عجباني قوي. ركبت حضراتكم العربيه كي يمشي، حضراتكم العربيه ما مشيتش، العربيه طارت بينا، والنص كان بيطير بينا في الهواء واحنا نسارع. فجاه هو طاير بينا في الهواء، فجاه دخلنا في اشجار وشلالات، بقينا في غابه. بس لقينا في غابه، لقينا اسد بقى جاي ينط، يعني بقينا في غابه والعربيه وقفت مش عارفين نعمل ايه. نزلنا نتمشى، لقينا اسد جاي ينط علينا حضراتكم، جاي ينط علينا، يعني دخل اللي هو صرخ كده، اللي هي مش عارف، اللي هو بيزعق كده يخش في وشك. فجأة لقيت أمي بتصحيني. حلم غريب والله، أنا مش فاهم ده معنى، فأنا مش فاهم معنى ده إيه. فكلنا بنحلم أحلام غريبة، الشيطان بيوسوس لنا.